لا لا لم نخلق عبثا حاشانا، بل لنعمرها دنيانا، لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان. ماشي. طيب ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا كده الحمد لله عملنا يمكن محاضره انترو او محاضره تمهيديه قدرنا ان احنا نتكلم فيها على نظام الاورال باث وهنعمل ايه خلال السنه. برضو ان شاء الله لما نتكلم على مجموعه الاورال باث بعمل لكم فيديو خاص بيها اللي انتوا هتلاقوه لما تروحوا تجيبوها من السنتر او تجيبوها من المكتبه، الكتب اللي هتبقى موجوده مع الهدايا الثانيه اللي انا هحطها لكم فيها باذن الله وسيبها لكم مفاجاه. طيب احنا دلوقتي هنبدا بقى ان شاء الله في اول جزء معانا من الدنتال كيرس، وهوريكم بقى ازاي الهاند اوت اللي انا بقول لكم ازاي هنقدر نلم بيها الشابتر مثلا في 5-6 ورقات، مع اعتبار ان احنا مش مكدسين المعلومه، يعني 5-6 ورقات وعينك مرتاحه وعينك مبسوطه وانت بتذاكر. طيب دكتور، يعني معقول الهاند اوت دي هي بالظبط نفس الهاند اوت اللي هي بتاعت الكليه، هي ال 45 ورقه؟ طيب دكتور، بس انا لو سمحت يعني عايز اسمع بس المعلومات كفهم واذاكر من ورقه الكليه او اذاكر من اي ورقه بره، ما عنديش اي مشكله خالص، اعتمد اللي انت حابه، المهم ان الورق ده هو بالظبط نفس الورق بتاع الكليه، فدي تطمنك وما تقلقكش خالص. طيب مين ده بقى؟ مين ده؟ مين ده؟ نمر كرنج كده صح؟ ده انا لسه ما لقيتلوش مسمى، بس ده هيقابلنا على 13 شابتر جايين بمختلف اللبس اللي هو لابسه. ليه؟ عشان يخليك كده يعني بقدر الامكان حابب الورقه بتاعه الشابتر وانت جاي تذاكره، ما تبقاش متضايق ان انا حاطط لك صوره سنه بقى مليانه تسوس وهكذا. فده نسميه بقى مستر الفونسو، نسميه اي مكان، المهم ان احنا نقابله في 13 شابتر. طيب خلونا نبدا بقى دلوقتي باول ورقه في ورقه الدنتال كيس. طيب واحده واحده كده وبالراحه، وتعالوا نلم من خلال الورقه دي 9 صفحات من الهاند اوت بتاعه الكليه. دكتور متاكد؟ متاكد، وهثبت لك المعلومات دلوقتي. طيب عشان نتناقش وقبل ما نتكلم ونوضح اي معلومه، لو جيت سالتك يا بيشو يعني ايه كيرس؟ تسوس صح؟ طيب تسوس يعني من الاخر كده لو احنا جينا بصينا على السنه دي او بصينا على الصوره بتاعت السنه دي هتقول لي يا دكتور ده تسوس. طيب خلينا برضو نكون محددين اكتر، يعني من الاخر كده التسوس ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن حفره في السنه صح؟ يعني مثلا لو انا جيت شفت حفره موجوده في الشجره هعتبر برضو ده ايه؟ تسوس صح؟ يبقى اذا لو انا جيت اديت تعريف للتسوس هو عباره عن حفره في كائن ما صح؟ طب هو السؤال المهم اللي احنا عايزين نطرحه ونكون خلصنا بيه الديفينيشن بتاع الكيرس، هو انا لو جيت شفت التكون بتاع السنه، مش السنه من الاورال هيستولوجي احنا عارفين ان هي عباره عن ان اورجانيك واورجانيك؟ يعني ايه ان اورجانيك؟ يعني من الاخر كالسيوم وفوسفورس وفي نفس الوقت فيها بروتين متكون. يعني لو انا عايز ادي ديفينيشن للكيرس هقول ايه بالعربي خالص؟ هقول ايه؟ عباره عن حفره لما حصل معاها تدمير لمين ومين؟ للان اورجانيك والاورجانيك صح؟ طب السؤال الثاني ونكون خلصنا الديفينيشن بشكل كامل، هو انا علشان يحصل لي تسوس لازم تكون السنه طلعت ولا لا؟ لازم تكون السنه طلعت عشان بكتيريا تقدر تهجم عليها فتقدر تعمل لي ايه؟ التسوس اللي انا شايفه. طب السؤال الثالث، هو التسوس اللي انا شايفه ده هل لازم يحصل في كل السنان؟ لا، لازم ممكن يحصل في سنه واحده او سنتين او ثلاثه وممكن ما يحصلش خالص. برافو عليك. يبقى انا لو عايز ادي ديفينيشن للكيرز ده من غير ما اقرا ومن غير ما اشوف اي ديفينيشن، يبقى هو لوكالايزد ولا جنرالايزد؟ لوكالايزد. ليه علاقه بالبكتيريا ولا لا؟ له علاقه بالبكتيريا. حصل فيه تدمير لمين؟ للان اورجانيك. وتدمير لمين؟ للاورجانيك. انا كده خلصت الديفينيشن. دكتور ما تهزرش، والله خلصت الديفينيشن. يبقى انا لو عايز اقرا الديفينيشن هقول هو لوكالايزد ولا لا؟ لوكالايزد. حصل للسنه بعد ما طلعت ولا لا؟ بعد ما طلعت، وكان معاها ديستراكشن لمين؟ او دي مينراليزيشن لمين بقى؟ للان اورجانيك. ودمرت مين؟ ودمرت الاورجانيك. في معلومه كده يا شباب هقولها لكم ومعلش تحملوني برضو عشان ارجعكم شويه للاورال هيستولوجي. دكتور هو هل في مقصد من ان انا اقول دي مينراليزيشن للان اورجانيك وديستراكشن للاورجانيك؟ طبعا في. مش احنا اتفقنا ان الان اورجانيك ده هو عباره عن كالسيوم وفوسفورس او مينرالز؟ يبقى انا لما اجي اشيل المينرالز انا مش بس بدمر، لا انا بشيل خالص، بدوب المينرالز. يبقى كان لازم هنا المصطلح يجي بالظبط 100% سبيسيفيك واقول ايه؟ دي مينراليزيشن. طب ليه في الاورجانيك قلت ديستراكشن؟ لان انا في الاورجانيك ما بدوبش، انا بكسر وبعد كده بيطير لوحده او بينتهي لوحده الجزء بتاع الفايبرس او بتاع الكولاجين فايبرس. يبقى هنا دي مينراليزيشن مقصوده وديستراكشن مقصوده. طيب دكتور يبقى اول عنوان معايا، جمعوا بقى العناوين، هنجمع الشابتر كله في 5-6 عناوين بالظبط. يبقى اول عنوان الديفينيشن وخلصت منه صح؟ ثاني عنوان بقى دكتور
طب ما تيجي كده معايا لو سمحت، فكرني كده وخليني ناخد شويه معلومات من الاوبراتيف. فهنتكلم دلوقتي على الكلاسيفيكيشن بتاعت الكيرس. يعني ايه؟ هنبص للكيرس من اكتر من قسم، ممكن نبص له شويه من الاورال باثولوجي، نبص له شويه من الاوبراتيف، وهكذا. فاول تقسيمه عندي وهي بسيطه خالص ونقدر اصلا نجاوبها من الدنتيشن، هي تقسيمه على حسب السايت. يعني ايه على حسب السايت؟ يعني احنا مسكنا السنه بالاماكن اللي بيجي فيها تسوس. اشهر مكان وبديهي جدا من الدنتيشن احنا عارفينه ان يحصل الكيرس فين؟ البيتس والفيشر. طب سؤال بقى ونخلص من معلومه هنقولها قدام. دكتور هو ليه البيتس والفيشر اكتر مكان؟ ما هو سؤال بديهي. مش البيتس والفيشر دي اماكن منخفضه قوي في السنه؟ يعني الاكل لو دخل هيبقى سهل يطلع؟ لا، هيبقى صعب يطلع. يبقى اذا الاماكن دي ستاجنيشن ولا لا؟ ستاجنيشن. يبقى انا لو جيت قلت لك قدام بقى شويه ليه البيتس والفيشر اكتر مكان بيحصل فيه كيرس، هتقدر تجاوب؟ اه يا دكتور، لان ده اكتر مكان بيحصل فيه ستاجنيشن للفود ولا لا؟ ستاجنيشن للفود. طب سؤال تاني ونخلص برضو المعلومه قدام، انا بحب ارمي كده لقدام عشان يبقى المعلومات قدام سهله. لو احنا جينا بصينا لانواع الفيشرز، تقول يا دكتور يعني ايه انواع الفيشرز؟ مش فاهم. يعني هل في اشكال مختلفه للفيشرز؟ اه في اشكال مختلفه للفيشرز. طيب بص، ماشي. اول شكل معانا ودي معلومه هنخلص منها من قدام. تعالى نتخيل كده شويه يا بيشو، لو انت كان عندك فيشر بحرف اليو بالمنظر ده، طبيعي طالما هو حرف اليو عريض قوي هيتنضف بسهوله ولا لا؟ هتنضف بسهوله. طب لو كان شويه يا دكتور بص ضيق شويه بس برضه لسه قادر انضفه، يعني حرف الفي، هيبقى برضه سهل انضفه ولا لا؟ هيبقى سهل انضفه. طب لو كان بقى يا دكتور حرف الاي، يعني ايه حرف الاي؟ يعني بالمنظر ده ضيق قوي، الاكل بينزل مستحيل اقدر ان انا اطلعه، بيتحشر تحت، هيبقى صعب جدا ولا لا؟ هيبقى صعب جدا. طب تخيل كده معايا السيناريو ده، لو كان كي ده اصلا هقدر ان انا ادخل فيه الفرشه؟ يعني من الاخر كده سؤال ام سي كيو، لو انا جيت قارنت لك ما بين اليو والفي هيبقى سهل تنظيفه عن الاي والكي، يعني الكيرس اكتر في مين من الاثنين دول؟ بس خلاص كده يبقى اذا خلصنا من جدول تاني جاي. طيب دكتور ايه المعلومه اللي انت عايز تقولها لي تاني؟ عايزين نقسم الكيرس على حسب الستيج. ماشي ثانيه كده بس نلغي البتاعه دي. طيب يعني ايه على حسب الستيج؟ يعني من الاخر كده انت لما جيت بصيت على السنه اللي فيها تسوس دي، بصيت عليها هو التسوس فين؟ هل كان التسوس موجود يا دوب نقطه واحده بس من السنه؟ يعني يا دوب حصل نقره في السنه كده، يبقى دي سبوت ولا لا؟ سبوت. يعني يا دوب لسه في الانيشال ستيج بتاعه ولا لا؟ بالظبط. يبقى اول ستيج معانا بنسميها ايه؟ سبوت. يعني ايه سبوت؟ يعني انيشال. طب هل في كلمه ثانيه بتساوي انيشال؟ انسيبيانت. يبقى اول ستيج عندي هو انسيبيانت. دكتور طب لو ابتدى بقى يتعمق اكتر ووصل للانامل فهسميه ايه؟ انامل كيرس من اسمه. يبقى اذا الانامل كيرس انا عديت مرحله السبوت ولا لا؟ يعني بقت مودريت نسبيا ولا لا؟ طيب النقطه رقم 3، دكتور انا هنا بقى عدى الدنتين خلاص، عدى الانامل خلاص وصل للدنتين فهسميه ايه؟ دنتين كيرس. هل هنا بقى مودريت ولا خلاص بقى اكتر من مودريت؟ بقى ادفانسد. كلام بص كلام تحس انه ايه التفاهه دي صح؟ طيب نقطه رقم 4، دكتور لا ده هنا بقى اخترق الدنتين اكتر، ده خلاص في اخر مراحل الدنتين، يعني هنا قرب من مين؟ قرب من البالب بالظبط. يعني من الاخر كده السنه دي غالبا هتحتاج علاج عصب. يبقى اذا انا هنا مش ادفانسد، انا هنا في الديب دنتين، يبقى اكيد دي هتكون سيفير كيرس. يبقى هنا انا عملت تقسيم على حسب الستيج. طيب دكتور الاسئله دي بتيجي ازاي؟ يعني ممكن ينكشك كده بسؤال ام سي كيو او ينكشك في الشفوي شويه، لكن دي مش اسئله فاينل وصعب تيجي اسئله ميد ترم. طيب نيجي بقى لثالث تقسيمه ونكون خلصنا خلاص النص او الثلث الصفحه دي. دكتور ممكن تقسمهم لي على حسب الوقت؟ يعني على حسب الوقت، يعني من الاخر كده ممكن كيرس يحصل في وقت قليل خالص يعني يبقى اكيوت، يحصل بسرعه جدا، العيان ده مهمل ما بيغسلش اسنانه واسنانه بايظه، وممكن يحصل بشكل بطيء خالص يكون العيان ده شويه مهمل وشويه يلحق نفسه. يبقى اذا انا ثالث تقسيمه موجوده عندي هو على حسب ايه؟ البروجريشن. يعني ايه بروجريشن؟ يعني على حسب هو بيحصل في وقت عامل ازاي، على حسب الريت. فاكيد اول نوعين من الكيرس موجودين عندي هو ايه وايه؟ اكيوت وكرونيك. طب سؤال مهم قوي، هو يعني ايه اكيوت؟ دكتور بالراحه كده وانا فاكرها اصلا من سنه ثانيه. اكيوت يعني من الاخر العيان ده مش قادر يلحق نفسه. طب نمسك مش قادر يلحق نفسه دي ونتكلم عليها شويه. يعني من الاخر كده البيتس والفشل بتاعت العيان ده هتبقى يو في ولا اي وكي؟ طيب غير البيتس والفشر، دكتور العيان ده سنته عندها عرضه اكتر ان يتكون جواها اكل ولا لا؟ عرضه اكتر، يعني الكونتاكت اريا بتحوش اكل ولا لا؟ الكونتاكت اريا بتحوش اكل. طب غير النقطه دي تعالى نتكلم اكتر، العيان ده هيكون بيغسل سنانه؟ لا. طب غير كده العيان ده ايه رايك في الكربوهيدرات اللي بياكلها، النشويات اللي بياكلها؟ ايه رايك في الفريكونسي، بياكل كتير ولا قليل؟ بياكل كتير. طب بيغسل سنانه؟ لا. طب غير كده العيان ده هيكون ماشي كفايه كده خلاص مش مشكله. ماشي اخر سؤال ونختم بيه. لما تيجي تبص على لون السنان سواء اكيوت او كرونيك، وسؤال بسيط خالص وهنحتاجه برضه في شابتر قدام،
هو العيان ده اللي هو عنده التسوس عنيف قوي لدرجه ان احنا مش قادرين ان احنا نخليه يغسل سنانه. لما تيجي تبص على لونه، ايه رايك في اللون؟ هيبقى فاتح ولا غامق؟ وليه هيبقى فاتح؟ ليه؟ لما انت تيجي تفكر فيها كده هتبص هتلاقي دكتور ده من كتر ما التسوس عنيف الاكل مش قادر يدخل ويعمل تصبغات في التسوس، صح ولا لا؟ يعني من الاخر كده كل ما كان التسوس بتاعك غامق كل ما كان ده خد وقت اكتر ولا لا، لدرجه ان الاكل قدر يغير من لونه ولا لا؟ قدر يغير من لونه. يبقى اذا من الاخر بقى لما نيجي نبص على المقارنه، وهي مقارنه بسيطه انت مش محتاج تقراها، مين هيكون سريع؟ الاكيوت. مين هيكون فاتح في اللون؟ طب مين هيكون سريع لدرجه انه يوصل للبلب اسرع؟ اكيد الاكيوت. يبقى اذا وطبعا هيكون سوفت ولا لا؟ هيكون سوفت. طيب نيجي بقى للنقطه الكرونيك، هتعكس ولا لا؟ هتعكس. دكتور بدل رابيد هيكون سلو، وبدل لايت هيكون دارك، وبدل ما هو سوفت هيكون هارد. طب في سؤال مهم قوي، ليه دارك؟ لسه واخدينها جيف ريزون، لان حصل له ستين بمين؟ بالاكل، صح؟ في نقطة هنا مهمة قوي يا شباب علشان هنحتاجها في شابتر السوفت انوميليز. دكتور طب معلش ممكن برضه تقول لي مين هي البكتيريا اللي بتقدر تعمل لي اللون الاسود ده؟ هو اصلا يعني ايه لون باللاتيني؟ لون يعني كروما، صح؟ مش خدناها في الماتيريالز؟ لون يعني كروما. يبقى البكتيريا اللي تقدر تغير لي من لون السنة بالمنظر ده هنسميها كروموجينيك بكتيريا. يبقى لما نيجي ناخد حاجه في السوفت انوميليز ونلاقي ان اللسان لونه متغير واسالك اقول لك ليه لونه متغير، تقول لي بسبب مين؟ يبقى احنا بنرمي لقدام. طيب يبقى كده خلصنا من اللون، وقلنا ان هي بتبقى هارد، وقلنا ان هي هتبقى بينفول. ده هيوصل للبلب بسهوله؟ لا طبعا، لان قدرنا نحط خط دفاع اللي هو هنعرفه ان شاء الله في اخر ورقه، اللي هو الرياكشنري او الريباراتيف دنتين. طيب دكتور هل في انواع من الكيرس ثانيه برضو بشوفها بتبقى مرتبطه بالوقت او مرتبطه بالتايم فاكتور؟ في ثالث نوع معانا وده بقى مهم قوي قوي قوي، بنسميه الرامبانت كيرس. وانا من اسمه يا شباب عايزكم تميزوه علشان ما تذاكروش كتير. ار. يعني ايه يا دكتور ار؟ يعني هو من كتر ما بنقول ان هو فيري رابيد سميناه رامبانت كيرس. يعني من الاخر كده سؤال بسيط خالص، بيحصل في سنه ولا اكتر من سنه؟ بيحصل في وقت قصير ولا وقت؟ بيحصل في وقت قصير ولا وقت طويل؟ بيحصل في وقت قصير جدا. طيب دكتور طالما بيحصل في وقت قصير كده يبقى اكيد في مشكله عند الشخص ده، اكيد مش عيان طبيعي كده بس ما بيغسلش اسنانه، لا ده في مشكله. طيب خلينا ادي لك مثال بسيط. لو انا جيت قلت لك وسالتك على السليفري جلاند بتاعت العيان ده، هل السليفري جلاند بتاعته هتبقى عاديه؟ لا طبعا، في مشكله في السليفري جلاند، مفيش طبقه حمايه بتكنس البكتيريا، صح؟ بالظبط كده. يعني من الاخر لو انا جيت سالتك اخر سؤال، العين ده هيكون اتعرض لراديشن ولا لا؟ دكتور ايه علاقه الراديشن بالموضوع؟ ما احنا لما بنتعرض للراديشن بنبص نلاقي ان السليفري جلاند اتدمرت ولا لا؟ يبقى اذا لو انا جيت سالتك وقلت لك هل من الطبيعي ان انا اسمي الرامبانت راديشن كيرس، ويبقى بديهي ولا لا؟ اسميه. طيب غير كده دكتور هل في مثال تاني بيجي في الرامبانت كيرس؟ في مثال تاني بيجي الرامبانت كيرس اللي هو ايه؟ الاطفال الرضع الصغيرين اللي هم يا دوب لسه الاسنان الديسيد واصله عندهم. دكتور ايه علاقه الموضوع؟ ما هو الاطفال الرضع لما بيبدا الام بتديهم الببرونه او بترضعهم، اللبن بيبقى مليان سكر، فلو الام ما اهتمتش ان هي تشيل السكر من على عيالهم والواد مش هيقدر يغسل سنانه لوحده، فبيبدا السكر يعمل ايه في السنان؟ يعمل لها رامبانت كيرس. دكتور طب ممكن اسميه اسم تاني؟ بنسميه نيرسينج بوتل كيرس. ليه سميناه نيرسينج بوتل؟ هو نيرسينج بوتل يعني ايه؟ البزازه، صح؟ يبقى اذا الرامبانت هو رابيد ولا لا؟ ده فيري رابيد كمان. دكتور اكتر من سنه؟ اكتر من سنه. دكتور ممكن اسميها اسماء تانية؟ لو جه في الاطفال الرضع نيرسينج بوتل، لو جه مع مرتبط بالسليفري جلاند العين اتعرض راديو او كيموثيرابي، يبقى اذا ممكن بقى الدكتوره تنكشك في الشفه وتقول لك ايه؟ قول لي يا بيشو عندك عيان جالك عنده اكتر من سنه فيها تسوس، لما خدت مني هيستوري كان عنده مالجنانت تيومر. ايه يا دكتور علاقه المالجنانت تيومر؟ ما انا مش شرط، مش لازم اقول لك ان هو اتعرض للراديشن، طالما مالجنانت تيومر يبقى وارد يكون خد راديو ثيرابي. تمام، يبقى دي من ضمن السيناريوز اللي ممكن تنكشك بيها. طيب نيجي بقى للنقطه رقم 4، ارستد كيرس. ايه ده دكتور يعني ايه ارستد؟ انا حاسس اني اعرف برضو الكلمه دي. هو انا لما اقبض على مجرم مش انا عملت له ارست، صح؟ حتى كمان ايه اللي بيلعبوا بقى، اللي كانوا بيلعبوا جي تي اي زمان يقول لك ارستد مش عارف ايه والكلام ده. يبقى ارستد يعني انا قبضت على حاجه. يعني ايه قبضت على حاجه؟ يعني العيان ده لو انا جيت سالتك، عيان كان مهمل في الاول بس بعد كده لحق نفسه، صح؟ واهتم، برافو عليك. يعني هل ده هيكون بروجريسيف؟ لا نون بروجريسيف. دكتور هل ده هيكون كافيتيتد ولا لحق نفسه وقدر انه يغسل سنانه ويدخل فلورايد؟ بالظبط. دكتور طيب ايه رايك في لونه؟ انت اللي هتقول بقى، هل هيكون فاتح ومؤلم للعصب ولا هيكون دارك؟ برافو عليك، هيكون دارك. دكتور هل هيعدي الانامل ولا يدوب بس هيكون مودريت او انسيبيانت؟ مودريت او انسيبيانت. يبقى انا كده خلصت تلت او اول صفحتين من الهاند اوت اللي هم في الجدول ده. انا لحد دلوقتي عملت ايه يا بيشو لو جمعت العناوين بتاعتي؟ دكتور خلصت الديفينيشن وخلصت
الكلاسيفيكيشن خلصنا. طيب تعالى بقى نتكلم على نص الصفحه دي، وعلى فكره احنا يعتبر خلصناها من كل الاسئله اللي انا سالتها لك دي. دكتور ممكن لو سمحت قبل ما تكمل تقول لي هو انا لو جيت كده مسكت الكيرس وشفت ايه هي العوامل اللي بتاثر عليه اجمعهم في نقط عامله ازاي؟ طيب تعالى نمسك واحده واحده. اول حاجه علشان يحصل تسوس مش لازم يكون في شخص عنده اسنان، لازم يكون حد مستضيف للبكتيريا. يبقى اول حاجه لازم تكون موجوده عندي، لازم يكون عندي ايه؟ هوست. يعني هوست مستضيف صح؟ طيب الهوست ده هيكون عنده حاجتين مهمين قوي بيتحكموا في الكيرس. مين؟ السن اول واحده. ومين اللي ممكن يكنس البكتيريا وممكن يكون عنده راديشن؟ السلايفا. برافو عليك. يبقى اول حاجه عندي الهوست اللي هو السن والسلايفا. طب انكشك بشويه اسئله. اول حاجه لو انا عندي مين اكتر، بيتس وفيشر ولا بكال ولينجوال والكلام ده؟ مين اكتر في الكيرس؟ البيتس والفيشر. طب غير كده انهي نوع من البيتس والفيشر، اي وكي ولا يو في؟ شوف احنا جمعنا الدنيا، انت مش محتاج تقرا الكلام ده. ناخد بريك؟ ماشي. طيب احنا هنستكمل بقى خلاص، هي بالظبط نص صفحه دي، وهنكون خدنا يمكن 11 صفحه من الهاند اوت بتاعت الكليه ويكون كافي قوي. طيب يبقى اذا احنا اتفقنا ان اول حاجه هتاثر وتعتبر من ضمن الايتيولوجي او بتتحكم كفاكتور في الكيرس اللي هو انا صح، سنه وصلايفا. طب النقطه الثانيه عندي وهو اهم واحد اللي هيقوم بالشغل بتاع الكيرس هو مين؟ البكتيريا صح؟ طيب نقطه مهمه قوي، هو انا لو عايز اسمي البكتيريا اللي هتعمل لي كيرس يبقى اسميها كريوجينيك بكتيريا صح، وسميها الايجنت. يعني الايجنت يعني من الاخر كده العامل اللي هيعمل الموضوع ده. وثالث حاجه طبعا عندي هو لو انا عندي بكتيريا وعندي سنه بس ما عنديش الحاجه اللي بتقدر تتغذى عليها اللي هو من الاخر النشويات او الكربوهيدرات، هل هيحصل لي تسوس؟ لا. يبقى ثالث حاجه عندي هنتكلم عليها ان شاء الله في الورقه الثانيه اللي هو السبستريت او الكربوهيدرات. طيب واخر حاجه الوقت. يعني ايه الوقت؟ يعني من الاخر كده سؤال بسيط خالص، لو انا عندي عيان بياكل نشويات عادي جدا وعنده بيتس وفيشر عميقه بس بيغسل سنانه على طول بعد الاكل، هيحصل حاجه؟ يبقى اذا التايم فاكتور بيفرق ما بين حدوث التسوس. طيب تعالى بقى نمسك دلوقتي يا بيشو التوث والسلايفا، السنه والسلايفا. همسك السنه او همسك انا الهوست واتكلم عليا في اكتر من حاجه. اول حاجه هنتكلم عليها في التوث وهو البوزيشن. سؤال بسيط خالص، لو انا جيت بصيت لك على بق عيان بالمنظر ده وسالتك سؤال مهم، هو مين عنده عرضه يحصل له تسوس اكتر؟ هتفكر كده الوهله وهتقول لي يا دكتور اللور. هقول لك ليه اللور؟ هتقول لي يا دكتور لان انا فاكر من الدنتيشن ان اللور عنده بيتس وفيشر اكتر. هقول لك بس خلي بالك اللور قريب من السليفري جلاند ولا لا؟ قريب من السليفري جلاند. يبقى اذا بناء عليه اكيد اللي فوق اللي هو تنظيفه صعب هيكون اكتر ولا لا؟ يبقى الابر اكتر من اللور ولا لا؟ الابر اكتر من اللور. طب السؤال الثاني بوستيريور ولا انتيريور؟ سؤال بديهي، مين عنده بيتس وفيشر اكتر؟ بوستيريور صح؟ خلصنا. دكتور السنه الويل الايند المظبوطه واقفه كويس ولا المعوجه شويه وعماله تراكم اكل ما بينها وما بين اختها؟ اكيد السنه المعوجه اكتر يحصل لها تسوس. يبقى المال بوزد او الكراود اكتر من الويل الايند. طيب النقطه الثانيه لو واحد حاطط اورثو، ودي شهيره قوي في كل العيانين الاورثو، بيبقى عنده عرضه للتسوس اكتر ولا لا؟ حتى وهو مواظب على غسيل اسنانه، بس الفكره ان الاكل بيتحشر غصب عنه. يبقى اذا الاربعه دول لو احنا مسكناهم في البوزيشن بيحصل لهم كيرس اكتر من الثانيين. اجابه الجيف ريزون بتوع الاربعه دول ايه؟ دكتور كل الاماكن دي سواء ابر او بوستيريور او سنه معوجه او واحد حاطط اورثو، ان انا عندي بيحصل استجنيشن لمين؟ بيحصل استجنيشن للفود. وغير كده لو هي ابر السلايفا بتوصل لها فوق لا. وطبعا لو انت بتاكل اي ستيكي كربوهيدرات، ودي زياده من ضمن زيادات المحاضره حطيناها لكم في الورق، الستيكي كربوهيدرات بيلزق في البالات اكتر فبيكون عرضه ان هو يعمل لك كيرس اكتر. خلصنا من البوزيشن. طيب دكتور النقطه الثانيه لو سمحت امسك لي المورفولوجي بتاع السنه. دكتور احنا لسه مخلصين المورفولوجي اللي هو البيتس والفيشر والسنه بتحصل في الكونتاكت اريا ولا لا؟ طيب تعالى واحده واحده. اول حاجه لما نمسك المورفولوجي البيتس والفيشر كيرس اكتر ولا السموث سيرفيس اللي هو البكال واللينجوال؟ البيتس والفيشر. طيب دكتور انهي نوع بقى من الفيشر؟ الفيشر العريضه المفتوحه ولا العميقه الضيقه قوي؟ العميقه الضيقه اكتر، يعني من الاخر الديب والنارو اكتر من الشالو والوايد. طيب ثالث نقطه بقى ودي نقطه مهمه قوي، الكونتاكت اريا. هو احنا لو جينا بصينا على سنه بالمنظر ده اكتر مكان لما تيجي تبص بقى من السموث سيرفيس هيبقى البكال واللينجوال يحصل فيه اكتر ولا الميزل والديستال؟ الميزل والديستال. طب السؤال ده مهم قوي وخبيث قوي. لو انت عندك عيان عنده سبيسنج ما بين السنان هل يحصل له الميزل والديستال او يحصل له البروكسيمال كيرس بسهوله؟ ما عنده سبيسنج ما بين السنان. يبقى اذا دي برضو خلصنا منها. دكتور ايه الاجابه على الثلاثه دول؟ ليه البيتس والفيشر اكتر او ليه الديب النارو بيتس او ليه الكونتاكت اريا اكتر؟ لان من الاخر دي اماكن تنظيفها سهل؟ لا تنظيفها صعب، وبالتالي بيحصل لها ستاجنيشن للفود ولا لا؟ يحصل لها ستاجنيشن للفود. خلصنا من الجيف ريزون ده. طيب دكتور ثالث حاجه على المورفولوجي او ثاني حاجه على المورفولوجي نكون خلصنا من المورفولوجي. مين يحصل له تسوس اكتر؟ الناس اللي كبار في السن ولا اللي لسه يا دوب صغير ولسه اسنانه طالعه؟
تفكر كده شويه تقول لي يا دكتور بص، الكبير في العمر ده او اللي هو الاولد ايج عنده اسنانه بقى فيها برود كونتاكت. يعني ايه برود كونتاكت؟ يعني من الاخر ما بقتش الكونتاكت نقطه، وبالتالي الاكل عرضه انه يتراكم اكتر ولا لا؟ عرضه انه يتراكم اكتر. يعني انا لو عندي نقطه واحده بس ما بين السنتين، نقطه بس، الاكل مستحيل ان هو يتراكم، هيتنضف بسهوله. لكن لو عندك مساحه كبيره، عندك طريق طويل ما بين الكونتاكت، هتبص تلاقي الاكل اتراكم بسهوله ولا لا؟ وصلت ولا لسه؟ عشان هي ايه برضو بتلخبط شويه. يبقى اذا كل ما كان اولد ايج يعني الكونتاكت اريا برود ولا بوينتد؟ برود. يعني البرود كونتاكت يحصل لها تسوس اكتر ولا لا؟ يحصل لها تسوس اكتر. خلصنا. طيب دكتور لو سمحت، ايه الاجابه على الجيف ريزون ده بمنتهى البساطه؟ الاولدر بيبل ايه رايك في الكونتاكت اريا؟ فلات وبرود ولا لا؟ فلات وبرود. يبقى اليونجر هتكون بوينتد ونارو ولا لا؟ بوينتد ونارو. وبناء عليه اليونج بيبل ما عندهمش فود ريتنشن، ما يحصل لهمش فود استجنيشن بسهوله. تمام. طيب دكتور اخر سؤال، ودي بقى انا خلصت وزهقت منها من كتر ما عمال تكررها. مين يحصل له كيرس اكتر، في ويو ولا اي وكي؟ اللي يحصل له كيرس اكتر الاي والكي. اندمجت. طيب يبقى اذا الفي واليو دكتور دول وايد وشالو، وبناء عليه بنضفهم بسهوله، فالكيرس ريسك عندهم قليل. طب انا كده على فكره خلصت من اهم 3 بيجوا كاسئله الام سي كيو. طيب تعالى بقى نمسك ثالث حاجه عندنا وهو الاستراكشر. دكتور يعني ايه استراكشر؟ يعني تكوين السنه. يعني من الاخر كده ايه رايك في الكالسيوم بتاع السنه دي؟ وعشان نقدر نفهم الحته دي لازم اسالك سؤال مهم قوي. لو انا وانت يا باشا عايزين نعمل مقارنه ما بين الكالسيوم بتاع سناننا احنا الاثنين، تمام؟ طيب وانا سناني الكالسيوم فيها للاسف ككواليتي وكوانتيتي ضعيف. انا خلاص ربنا خلقني الجينات بتاعتي ما قدرتش احط كالسيوم كويس، وانت سنانك قويه قوي، بس احنا الاثنين من اول ما السنه ما طلعت بنغسل سناننا كويس. انا هيحصل لي حاجه؟ لا مش هيحصل لي حاجه. ليه؟ لان انا وانت مواظبين من الاول. فاكر نقطه التايم فاكتور؟ انا ما سبتش فرصه للبكتيريا ان هي تشتغل اصلا. يعني بالرغم من ان اسناني ضعيفه بس انا قدرت انقذها، صح ولا لا؟ يبقى اذا لو انا عندي سنان فيها مشكله، عندي مثلا نقص كالسيوم، نقص في البروتين بارت، ايا ما كان المشكله في الانامل ايه، بس قدرت ان انا اهتم بيها من بدري، هل هيحصل لي تسوس؟ طب تعالى بقى ناخد السيناريو الثاني. لو انا وانت يا بيشو جات لنا بكتيريا وقالت لنا بس الاثنين دول ما بقوش يغسلوا اسنانهم، انا هشتغل، مين اللي هيكون الريت بتاع التسوس اعلى؟ لانه ضعيف اصلا. انا صح، اللي هو انامل هايبوبليجيا. يبقى انا لو جيت سالتك الانامل هايبوبليجيا والانامل هايبوكالسيفيكيشن ياثر لك على بدايه الكيرس ولا البروجريشن بتاع الكيرس؟ برافو عليك، سؤال مهم وبيجي كتير قوي في الاسئله. يبقى اذا الانامل هايبوبليجيا والهايبوكالسيفيكيشن يزودوا مين؟ هل يزودوا الانيشيشن؟ خلصت. طيب دكتور سؤال بقى مهم قوي. لو انا جيت بصيت على الاستراكشر، التكوين بتاع السنه، سنه لسه طالعه وسنه بقى لها 100 سنه في بق العيان، مين يحصل له تسوس اكتر؟ اللي لسه طالعه. ليه اللي لسه طالعه؟ ليه اللي لسه طالعه؟ لان اللي لسه طالعه ما عندهاش كميه الكالسيوم اللي موجوده عند اللي بقالها كتير. ليه؟ مش العين اللي بقاله كتير ده في كالسيوم بيخرج من السليفري جلاند؟ طب افرض ان هو مهتم زياده شويه، مش عنده كالسيوم من معجون الاسنان؟ يعني لو انت تفتكر ارجع معايا كده للاورال هيستولوجي، كنا بنقول ان بيحصل حاجه اسمها ايه؟ ماتيوريشن في السنه بعد ما تطلع، كنا بنسميه بوست ايرابتيف ماتيوريشن. يعني بيتحول الانامل بتاع السنه من 96% لكام؟ ودي اتقالت زياده في المحاضره، 98%. يبقى اذا اعرفها زي ما هي كده في الاورال هيستولوجي. يبقى النيولي ايرابتد تيث عرضه للكيرس اكتر ولا الاولد تيث؟ النيولي ايرابتد. انا عارف انت بتفكر في ايه دكتور، اللي بقى لها 100 سنه في البق دي اتعرضت لتغيرات كتيره، ما انت برضه لازم تحط الكالسيوم، لازم تحط الكالسيوم من ضمن التغيرات، صح؟ يبقى اذا النيولي ايرابتد عرضه اكتر علشان الانامل بتاعها اقل في الهاردنس عن الاولد تيث، يعني الريزيستنس بتاعتها اقل من الريزيستنس بتاعت السنه اللي بقى لها مده. طيب نيجي بقى للفلورايد ونتكلم عليه شويه. دكتور الفلورايد انا بسمعه كتير قوي، يقول لك معجون الاسنان ده فيه فلورايد ولا لا؟ ايه علاقه الفلورايد؟ لو انتوا ترجعوا معايا كده للاورال هيستولوجي، كان الفلورايد بيعمل حاجه مهمه قوي في الهيدروكسيل جروب. بالظبط كده، شيل الهيدروكسيل جروب ده وبدل ما يكون هيدروكسي اباتايت يبقى اسمه فلورا اباتايت. يعني من الاخر بيحول لك الكالسيوم من 96 الى 98%. طب هو لما يرفع لك نسبه الكالسيوم بتاع الانامل، ايه رايك في البكتيريال جروث؟ هل البكتيريال جروث هيستمر ولا هيقف؟ هيقف مليون في المية. طب ايه رايك في المينراليزيشن بتاع السنه، زاد ولا لا؟ زاد. يعني الهاردنس بتاعت السنه. يبقى هو لو جه سالك قال لك ايه هي الاكشن بتاعت الفلورايد، هل محتاج تحفظها؟ لا انت فاهمها. دكتور اول حاجه الريزيستنس زادت. ليه؟ لان انا بقيت بدل ما يكون عندي هيدروكسي بقى عندي فلورا اباتايت. يعني المينراليزيشن، يعني البكتيريا الانزيم والبكتيريا الجروث قلت. طيب في نقطه هنا مهمه واتقالت السنه اللي فاتت في زيادات السنه اللي فاتت، بس اقولها لكم لربما.
دكتور ممكن لو سمحت توضح لي هو ازاي بيبوظ شغل البكتيريا؟ يعني هل مثلا بيمنع نموها بس ولا بيقتلها؟ يعني بكتيريوستاتيك ولا بكتيريسايدال؟ اللي اتقال في الزيادات ان هو بكتيريوستاتيك. يعني بكتيريوستاتيك هو بس يمنع نموه ما يقتلش بكتيريا. تمام. خلصنا كده من الفلورايد. دكتور طب ايه الجمله دي معلش ممكن بس تقول لي، انت عديتها كده. الفلورايد اللي بنقدر ان احنا نستخدمه اللي موجود في معجون الاسنان وبيفيد السنه، اهم حاجه ان هو ما يكونش اكتر من 1.5 بارت بير مليون. يعني ايه بارت بير مليون؟ جزء في المليون. ايه علاقه الموضوع ده؟ ما هو الميه اللي احنا بنشربها دي لما بنيجي بنقيسها بالمليون، جزء من المليون. فقال لك اهم حاجه في اي دوله الميه اللي الناس هتشربها ما يعديش الفلورايد فيها ال 1.5 بارت بير مليون. دكتور طب لو زاد عن حده ينقلب ضده. يعني ايه الكلام ده؟ تخيل معايا ان انت بقى عندك سنه كلها فلورايد. عارف السنه دي بقت عامله زي ايه؟ زي الطبق الصيني، صح؟ بقت صلبه قوي، يعني بقت بريتل. يعني العيان ده لما يجي يعض على اسنانه تتكسر ولا لا؟ يبقى اذا زياده الفلورايد حاجه حلوه وافرح بيها؟ لا طبعا حاجه وحشه جدا، وهنعرفها ان شاء الله في شابتر الهارد انوميليز بنسميه دنتال فلوروزس او موتل ديناميك. خلصنا. دكتور موجود في اماكن ثانيه، موجود في السي فود، موجود في الشاي، موجود بيتحط توبيكال احنا كدكاتره الاسنان لو السنان ضعيفه. طيب اخر حاجه ونختم بقى المورفولوجي ونكون خلصنا تقريبا ثلاث ارباع الصفحه. طيب دكتور هل الجينز بتفرق؟ يعني ايه هل الجينز بتفرق؟ انت لسه يا دكتور قايل لي نقاش مهم قوي بتاع الانامل هايبوبليجيا والهايبوكالسيفيكيشن. يبقى اكيد بتفرق. يعني من الاخر كده الجيناتكس بتفرق. بتفرق في ايه؟ في شكل السنه، في نوع البيتس والفيشر، في كميه الكواليتي والكوانتيتي بتاعت الكالسيوم، وبناء عليه بتفرق. بتفرق. دكتور طب اديني مثال بسيط خالص على واحد عنده جيناتيك ابنورماليتي وقول لي الكيرس عنده اخباره ايه. عشان كده بناخد مثال مهم قوي وهنتكلم عليه في شابتر السوفت انوميليز ان شاء الله في الترم الثاني، ما تقلقوش. وهو الداون سيندروم. عيان داون ده اللي هو عنده خلل في الكروموزوم رقم 21. البيولوجي، هنرجع للبيولوجي. ماله؟ ايه يا دكتور اخباره؟ لا اكتشفنا ان العيان ده عنده الصلايفه بتاعته كميتها قليله قوي. دكتور خلاص بقى كلام بديهي، طالما كميتها قليله يبقى التسوس عنده. لا اكتشفنا بقى ان التسوس مش عالي. انا غدار. انا عارف ليه بقى التسوس مش عالي، لان عنده حاجات تانية بتعوض. بص كده معايا بيشو، السؤال ده مهم قوي. لقينا ان الاسنان بتاعته في بينها مسافات. يعني ايه في بينها مسافات؟ يعني هل هيحصل له البروكسيمال كيرس؟ خلصنا من البروكسيمال كيرس. ده مش بس كده، لقينا كمان ان البيتس والفيشر عنده شالو وايد. هل هيتراكم جواك؟ لا. غير كده بقى لقينا كمان ان السلايفا عنده فيري الكالاين. يعني ايه فيري الكالاين؟ يعني من الاخر البي اتش بتاعها عالي قوي، يعني مش حمضي. يعني هتدوب السنه؟ لا. يبقى الداون سندروم سؤال خبيث وبيجي في الشفا وكتير. قول لي يا بيشو، تبقى الدكتوره قاعده قدامك كده، قول لي يا بيشو الداون سندروم ايه رايك في نسبه التسوس عنده؟ تقول لها يا دكتور بصي كده كده العيان ده بيكون عنده السلايفا كميتها قليله قوي، بس خلي بالك يا دكتور غير كده عنده حاجات تانية بتحميه. ايه هي الحاجات التانية؟ ان هو عنده سبيسد تيث. غير السبيسد تيث عنده شالو فيشر. غير الشالو فيشر عنده زياده في الكالينيتي. يبقى اذا اتفقنا وخدنا مثال بسيط قوي. على فكره كده خلصنا من السنه، فاضل واحده عندنا برضو اللي هي السلايفا ونكون خلصنا من الهوست. طيب تعالى نتكلم على السلايفا ونختمها على طول ونكون ختمنا 10 صفحات من الهاند اوت بتاعت الكليه. اول حاجه هنتكلم عليها في السلايفا ودي هبله قوي. دكتور السلايفا خارجه كتير ولا قليل؟ احنا لسه واخدينها. لو السلايفا كتيره يبقى التسوس هيقل، لو السلايفا قليله. طيب هل في حالات يا دكتور اخدها مثال على الموضوع ده؟ لو انت عندك السلايفا قليله بنسميها ايه باللاتيني؟ كلمه زيرو يعني نو، وستوما يعني اورال كافيتي يعني سلايفا. يبقى زيرو ستوميا يعني ايه؟ يعني سلايفا قليله او ما فيش سلايفا. دكتور هل بتحصل في مره ثانيه؟ هناخده ان شاء الله في شابتر السليفري اسمه جوجرين سندروم. طيب دكتور الحالتين دول السلايفا عاليه ولا قليله؟ السلايفا قليله يبقى التسوس. طيب دكتور لو انا عندي زياده في السلايفا، عارف العيان اللي عنده اسهال بنقول عنده ايه؟ عنده دايريه، صح؟ يعني ايه دايريه؟ دايا يعني جايه من الاخر من المعده، وريا يعني كتير او زياده. يبقى انا لما اجي اقول لك سيالوريا يبقى في زياده في السلايفا ولا لا؟ يبقى الاسم الثاني لزياده السلايفا اسمه ايه؟ سيالوريا. يبقى من الاخر العين اللي عنده سيالوريا الكيرس عنده. خلصت. ده كده بالنسبه للواشنج افكت. طب تعالى نتكلم بقى على البافرنج كاباسيتي. يعني ايه بقى يا دكتور بافرنج كاباسيتي؟ انا فاكر ان الكلمه دي سمعتها في الفسيولوجي زمان، بيقول لك الالبومين بيعمل بافر والجلوبولين بيعمل. تضحكت قوي كده في الفسيولوجي والجلوبولين بيعمل بافرنج. يعني ايه بافرنج؟ بافرنج بمنتهى البساطه كلمه واعرفها، هي الفرامل. يعني ايه الفرامل؟ يعني من الاخر كده اول ما الجسم يشطح زياده عن اللزوم لازم يكون عنده فرامل توقفه. زي بالظبط كده مصدات القطر. عارف القطر لما يجي يدخل على المحطه لازم يبقى فيه ايه قدامه؟ مصدات. ايه بقى يا دكتور هي المصدات بتاعت التسوس اللي موجوده في السلايفا؟ ربنا سبحانه وتعالى علشان حكيم قوي عمل ايه؟ حط في السلايفا عندنا بايكربونات. ماله البايكربونات ده؟ ده مركب بمنتهى البساطه الكالاين.
دكتور اديني مثال تاني في الحاله العمليه اقدر اربط بيه البايكربونات. العيان اللي هو بيكون عنده حموضه في المعده، عارف بيجيب ايه في الصيدليه؟ جيب فوار، صح؟ هو الفوار ده انت لو جيت بصيت على ظهره هتلاقي ايه؟ يقول لك عباره عن صوديوم بايكربونات. طب هو العيان عنده حموضه عاليه قوي، لازم نجيب لها حاجه تعاكس الحموضه دي، الفرامل بتاعتها. يبقى البايكربونات دي تعادل مين على السنه؟ الاسيديتي. يبقى البايكربونات ده بافرنج ولا لا؟ بيعمل نيوتراليز للاسيد ولا لا؟ بيعمل نيوتراليز للاسيد. يعني من الاخر كل ما تزود البفر تعمل ايه في الكيرس؟ بس خلاص كده بمنتهى البساطه. دكتور يعني من الاخر اجمع الموضوع، كل ما كان اكل نيوترال او الكلاين ده يحسن الريمينراليزيشن ولا لا؟ يحسن الريمينراليزيشن. كل ما كان اكل اسيدك يعمل ايه في الكالسيوم بتاع السنه؟ يقلل الكالسيوم بتاع السنه، يعني يزود التسوس. طيب دكتور، وكل ما كان اكل بقى الخضروات والحاجات دي كلها الكلاين، كل ما كان دي حاجه تحفه بالنسبه لي. طب انا كده خلصت من البافرنج، تعال نتكلم بقى على رقم 2 وهو الساليفري جلايكوبروتين. ايه بقى هي قصه الساليفري جلايكوبروتين؟ احنا كده خدنا ايه لحد دلوقتي في السلايفا؟ خلاص انا بختم. خدنا ايه في السلايفا؟ اول حاجه الفلو، صح؟ يعني الريتم بتاعها قد ايه دكتور؟ كتير ولا قليل؟ ادي لك مثال بسيط، لو عندي زيروستوميا وجوجرين يبقى الكرس يزيد ولا لا؟ الكرس يزيد. لو عندي سيالوريا يبقى الكيرس. برافو عليك. طيب واتكلمنا على البافرنج، هناخد اخر حاجتين ونكون خلصنا. دكتور ايه بقى قصه السلايفا او السليفري جلايكوبروتين؟ ربنا سبحانه وتعالى برضو كالعاده عايز يحمي السنه من اي بكتيريا. طيب يا ربنا هتعمل ايه؟ هخلي السليفري جلانز تخرج بروتين، وطالما قلت لك بروتين يبقى الكلاين ولا لا؟ الكلاين، وماسك فيه شويه جلوكوز، عشان كده سميناه سليفري جلايكوبروتين. بيعمل ايه طبقه البروتين دي؟ بتروح تقعد على السنه. ليه تقعد على السنه؟ عايزه تمنع وصول اي بكتيريا. بس السؤال بقى، هل البكتيريا سالكه كده وخلاص طيبه هتسكت؟ لا، ده بتحاول تعمل ايه؟ بتحاول تعمل كونكشن او تواصل او تمد ايديها عشان تمسك مع مين؟ ودي اللي هنتكلم عليها ان شاء الله في الحصه الجايه من مواصفات البكتيريا. يبقى السليفري جلايكوبروتين، نرجع بقى تاني دكتور، هو عباره عن ايه؟ دكتور هي عباره عن جلايكوبروتين، طبقه بتتكون على السنه، بارير يعني ولا لا؟ بارير ضد البكتيريا ولا لا؟ ضد البكتيريا. طبقه حمايه؟ طبقه حمايه. يعني من الاخر كده تعتبر دي الفيرست لاين اوف ديفنس على السنه ولا لا؟ فيرست لاين اوف ديفنس. بس هل البكتيريا بتسيبها في حالها ولا بتعمل معاها اتحاد؟ بتعمل معاها اتحاد. تمام. طيب دكتور يعني من الاخر كده الجلايكوبروتين دي اللي هي الطبقه اللزجه اللي بتتحط على السنه دي، كل ما كانت فيسكس وتقيل قوي وما بتتحركش على السنه كل ما كانت حلوه ولا وحشه؟ كل ما كانت تقيله وفيسكس، او كل ما كانت السلايفا بتاعتي سميكه قوي ومش فلوي هتبقى وحشه. يبقى اذا انا محتاج السليفري جلايكوبروتين او طبقه الحمايه دي تكون بتتحرك كل شويه، صح؟ تروح على السن تقعد شويه وبعدها تمشي، تروح على السن تقعد شويه وبعدها تمشي. يبقى اذا الفيسكا سلايفا تقلل لك الوشنج بتاع السن ولا لا؟ تقلل لك الوشنج، يعني تزود لك الكيرس ولا لا؟ والعكس صحيح. خلصنا. طيب كده خلصنا من السليفري جلايكوبروتين. نيجي بقى لاخر فانكشن موجوده في السلايفا ونكون خلصنا الورقه دي، وهو الانتي بكتيريال فانكشن. يعني ايه الانتي بكتيريال فانكشن؟ شوف كل ده موجود في السلايفا بس، وسمعتوا الكلام ده في السليفري جلاند في الاورال استروجي السنه اللي فاتت. ربنا سبحانه وتعالى برضو علشان يحمينا من البكتيريا حط ايه في السلايفا؟ حط شويه مقومات تصد البكتيريا خالص. طيب دكتور اديني امثله. اول حاجه لقيناها موجوده في السلايفا وهو اللايسوزايمز. يعني ايه اللايسوزايمز؟ دي المركبات اللي موجوده في الماكروفيج، صح؟ اللي هي الحبيبات دي، الجرانيولز اللي بتقدر تخرج تقوم مفرقعه البكتيريا. يبقى اللايسوزايم هتعمل ايه في البكتيريا السيل وول؟ هتدوبه، صح؟ يبقى ال ما تحفظش كتير. يبقى اللايسوسايم هتعمل لايسس للبكتيريا سيل وول. طب النقطه رقم 2 ودي بقى مهمه قوي، لما جينا شفنا البكتيريا بتتغذى على ايه؟ لقينا ان البكتيريا بتتغذى على الحديد. يعني ايه بتتغذى على الحديد؟ يعني البكتيريا محتاجه حديد عشان تقدر تنمو، زيها زي البشر بالظبط. انا علشان اقدر انمو واكبر محتاج ايه؟ محتاج ايرون، صح؟ وبناء عليه البكتيريا دي لو احنا قدرنا نمنع وصول الايرن ليها، هل هتنمو وتكبر ولا هتموت؟ هتنمو، هتموت، صح؟ وبالتالي مش هيحصل لي تسوس. يبقى لو انا جبت اللاكتوفيرين اللي هو بيمنع وصول الحديد للبكتيريا بالظبط كده، يبقى انا قدرت اقلل التسوس. يبقى اللاكتوفيرين ده عباره عن ايه؟ ايرن بايندنج بروتين. يعني ايه ايرن بايندنج بروتين؟ بيروح يمسك في الايرن فيمنع وصول الايرن للبكتيريا. خلصنا. نقطه رقم 3 بيروكسيديز، ودي برضو عارفينها من الجنرال باثولوجي السنه اللي فاتت. ايه بقى قصه البيروكسيديز؟ ده عباره عن مركب فيه هيدروجين واكسجين. طيب هيدروجين واكسجين يعني ايه؟ يعني من الاخر كده بيروح جوه البكتيريا يفرقع، فلما يفرقع هيقدر ان هو يمنع لك وصول البكتيريا للسن ولا لا؟ يبقى البيروكسيديز بيمنع لك وصول البكتيريا ولا لا في الاخر؟ في الاخر. دكتور هل في بكتيريا معينه بيحبها قوي البيروكسيديز؟ اللي مسؤوله تعمل لنا تسوس. طب ما تيجي ناخد اسمها ونخلص منها الحصه الجايه. مين هم الاثنين بكتيريا؟ ستريبتوكوكس
ولاكتوباسيلاي، هنحفظهم زي ما هم لحد ما ناخدهم بالتفصيل المره الجايه. يبقى هو بيعمل لهم انهبيشن وبيكون مركبات بالمنظر ده. دكتور اخر حاجه بقى، ودي انا عارفها من الاورال هيستولوجي السنه اللي فاتت، هل عندي انتي بوديز موجوده في السلايفا؟ مين بقى كان اكتر واحد بيحب يخرج في السكريشن؟ اميونوجلوبولين ايه، ما تفكرش كتير، مكتوبه ما تفكرش كتير. اميونوجلوبولين ايه، يبقى الاميونوجلوبولين ايه بيخرج في السكريشن ولا لا؟ يا دكتور بيخرج في السلايفا والفاجينال سكريشن والسيمينال سكريشن وهكذا. يبقى اذا السليفري اميونوجلوبولين ايه بيقدر يروح يقعد على السنه، بص يخرج دراعاته الاثنين كده بتوع الانتي بادي ويقف قصاد السنه، اول ما البكتيريا تيجي يقوم عامل لها ايه؟ يقوم باعدها. يعني من الاخر بيمنع الادهرنس ولا لا؟ بيمنع الادهرنس. يبقى اذا واحده واحده كده وبالراحه نجمعهم بسرعه. مين اللي هيعمل لايسس؟ بسيطه بقى خلاص، ال مين اللي هيمنع الايرن؟ لاكتوفيرين. خلصنا. دكتور مين اللي هيروح يفرقع فيعمل انهبيشن للبكتيريا؟ البيروكسيديز. مين اللي هيمنع لي الادهرنس؟ الاميونوجلوبولين. صح ولا لا؟ انهي اميونوجلوبولين؟ اي ام جي دي ايه. خلصنا. على فكره احنا كده خلصنا الورقه الاولى، وهو بالظبط الشابتر كله 5 ورقات، المره الجايه ورقتين، المره اللي بعدها ورقتين، خلص الشابتر، او 4.5 يعني. طيب دول كام ورقه من الهاند اوت بتاعت الكليه؟ حوالي 10 صفحات. سبته؟ سبته. اتكلمنا على ايه كعناوين؟ اتكلمنا دكتور على الديفينيشن، خلصنا صح؟ بعد الديفينيشن عملنا تقسيمه للكيرس، بعد تقسيمه الكيرس اتكلمنا على الايتيولوجي. طب هو الايتيولوجي مين هي الفاكتورز اللي بتتحكم؟ الهوست ده فيه بالظبط توث وسلايفا. برافو عليك. نقطه رقم 2 كريوجينيك بكتيريا، البكتيريا اللي عندي دي اللي هتشتغل على السنه. طب البكتيريا لو ما فيش ايه مش هتقدر تشتغل؟ كربوهيدرات. ورابع حاجه لو انا بغسل سناني وما بسيبش وقت يبقى التايم. برافو عليك. نحل كام سؤال ام سي كيو ويبقى انت كده ثبتت الحصه الهبله دي. اقفل يا ماشي. طيب احنا دلوقتي يا شباب هنعمل ايه؟ زي ما قلت لكم وجب ان احنا بعد ما نخلص كل حصه شرح تطمن وتعرف الاسئله بتيجي ازاي، عشان تتاكد ان الحمد لله المعلومات ثبتت من الحصه. فكل المجهود اللي انت تعمله في البيت يا دوب ان انت بس بتقرا المعلومات اللي احنا قلناها. تمام؟ طيب عشان كده كتاب الاسئله ده هو عباره عن ايه؟ انت بتتدرب وبتتعلم من الاخطاء اللي انت بتغلطها علشان تذاكرها كويس، وبالتالي بتحصل على الدرجات بكل سهوله. طيب دي طبعا الشابترز اللي هتلاقوها موجوده في الكتاب باذن الله 7، لان الشابتر الثامن هنحطه فيه الكتاب بتاع الترم الثاني، لانه يعني ما بيدخلش فيه امتحان العملي غير بالسبوتنج بس، فالاسئله هتبقى موجوده في الترم الثاني على طول ان شاء الله بتاعت اخر شابتر. طيب تعالوا نبدا كده باسئله الدنتال كيرس، هنحل 5 6 اسئله ام سي كيو عشان نطمن الموضوع تمام باذن الله. طيب واحده واحده كده وبالراحه. اول سؤال هنتكلم عليه وهناخده كام سي كيو، وخلاص انا متاكد ان انتوا باذن الله وانتوا بتشوفوا الفيديو هتحل صح، انا متاكد من الموضوع ده، المعلومات ثبتت. طيب اول حاجه الرامبانت كيرس ار صح؟ رامبانت ده يعني كان فيري رابيد، اللي كان ليه اسماء ثانيه لو حصل في الاطفال الرضع نيرسينج بوتل. الحمد لله رب العالمين انت حفظت. طيب يبقى اذا تعال نبص كده على المواصفات بتاعته. الرامبانت لو انا كواحد لسه مقلق شويه ممكن تحل بالاستبعاد. يعني ايه بالاستبعاد؟ استبعد الاجابات اللي انت مش عارفها، تتبقى لك الوحيده اللي صح. ده لو انت مش فاكر، بس الحمد لله متاكد ان انت فاكر. طب تعال نحل. الرامبانت رابيد ولا لا؟ رابيد. طب هو طالما اصلا رابيد او فيري رابيد اكيد لونه فاتح. اوعى اكيد لونه فاتح. طيب دكتور يعني لتر ايه صح؟ لتر ايه صح. طيب قاعده بقى مهمه قوي في الباثولوجي ولازم تمشي بيها على مدار السنه، ان انت لو حسيت لوهله ان اول اجابه قدامك صح ادي فرصه لبقيه الاجابات. ليه؟ لربما تبقى اللي بعدها اصح منها. ماشي؟ يبقى دي قاعده مهمه وحبيت ان انا اقولها لكم من السؤال ده. طب تعال نشوف الليتر بي. ليتر بي قال لك ايه؟ الرامبانت كيرس تيبيكالي فيري رابيد. ده فيري رابيد اصح من رابيد صح؟ طيب وكمان انفولفمنت اوف سيفرال تيث. سيفرال تيث فعلا وكان بيجي في اكتر من سنه. يبقى ليتر بي اصح من ايه ولا لا؟ يبقى قاعده عامه بقى هنمشي بيها، اياك تستعجل في حل سؤال. امال مين هو اللي رابيد ولايت وسكت على كده؟ الاكيوت. الحمد لله رب العالمين برافو عليك. طب مين هو السلو دارك؟ طب مين الان بروجريسيف وبسيطر عليه؟ افتكر جي تي ايه. قفشت الواد. ارستد. الحمد لله رب العالمين. تمام. طيب دكتور يبقى الارستد كيرس هيكون ليميتد في مين؟ ما بيعديش اكتر من كده صح؟ برافو عليك. طيب النقطه رقم 3 بيقول لك ايه بقى؟ خلي بالك في بعض الكلمات كده تخلوا بالكم منها يا شباب. not all of the above none of the above. ماشي؟ يبقى الكلمات دي تخلي بالك منها في الامتحان. which of the following is not a characteristic مش characteristic للكرونيك كيرس. يعني في مواصفه من دول او صفه من دول لا تنطبق على الكرونيك. هل هو سلو؟ دكتور فعلا سلو. الكرونيك كان سلو. كرونيك اوعى. طيب دكتور دارك. دارك لان نوع البكتيريا اللي بتلونه اسمها ايه؟
كروموجينيك، برافو عليك. ان انت تقول كي اصلا دي الحمد لله ان انت فاكر كروموجينيك بكتيريا، برافو عليك. طيب دكتور، هو الكرونيك كان سوفت؟ لا، سوفت يعني طري، يعني سريع قوي، يعني ايه اكيوت، برافو عليك. يبقى اذا هتكون لتر سي غلط. تمام. طيب سؤال رقم 4 بسرعه. which coloration، يعني ايه الكالر اللي بيكون مميز لاكيوت كيرس؟ لايت، بالظبط، برافو عليك. طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك which area between two adjacent teeth is most likely to get caries نتيجه food retention. مين هو اكتر سطح ما بين الاسنان يقدر ان هو يتراكم جوه اكله وبالتالي يحصل فيه كيرس؟ هل على التشون سيرفس، على الاوكلوزال ده اكتر سطح؟ طيب ولا just above الكونتاكت اريا، ولا directly below الكونت، ولا directly below where the teeth touch each other، ولا على السموث سيرفس؟ طب تعالى نستبعد الاول. اول حاجه، هل السموث سيرفس ده اكتر سطح بيحصل عليه كيرس بكال واللينجوال والكلام ده؟ لا طبعا، ده اقل سطح. طيب النقطه الثانيه، على التشون سيرفس، على الاوكلوزال؟ طب يا دكتور على التشوينج دي برضو مش واضحه قوي. طب يعني في البيتس والفيشر، ولا على الاوكلوزال عامه والكاسبات؟ تعال نشوف بقيه الاجابات. هل فوق الكونتاكت مباشره؟ طيب دكتور بص، انا حاسس ان انا تهت شويه، ممكن لو سمحت ترسم لي. بص كده الرسمه اللي انا هرسمها لك دي، لو انا دلوقتي جيت، خلينا نقول بص كده معايا بيشو، دي سنه اهي ودي سنه ثانيه، واحده واحده كده وبالراحه. لما تيجي تبص، هو قال لك اول حاجه ايه؟ بكال ولينجوال؟ قلنا لا مش بكال ولينجوال. طيب هل اوكلوزال؟ اوكلوزال محتمله. طيب تعال نشوف بقيه الاختيارات. قال لك اباف الكونتاكت اريا. لما تيجي تشوف كده دي الكونتاكت اريا اهو، هل اباف الكونتاكت اريا ده اكتر مكان بيحصل فيه تسوس، ولا الفرشه بتطوله بسهوله؟ الفرشه بتطوله بسهوله. طب تعال نشوف بقى، لما نيجي نقارن ما بين الاوكلوزال وما بين تحت الكونتاكت اريا، مين هيكون اكتر من الثاني؟ تحت الكونتاكت اريا، صح؟ ليه؟ لان ده ممكن يتنظف، على حسب بقى نوع الفشل، على حسب بيغسل سنانه ولا لا، بس ممكن يتنظف. لكن مين اللي صعب قوي يتنظف والعين يوصل له حتى لو بيغسل؟ بالظبط. يبقى اذا اكتر مكان يحصل فيه هيكون ايه؟ بالظبط تحت الكونتاكت اريا. دايركتلي بيلو، ده كمان ايه السؤال خبيث لدرجه ان هو مش عايز يقول لك كونتاكت، دايركتلي بيلو وير ذا تيث ميت. يا عم قول كونتاكت، لا هو كده. دي من ضمن الاسئله اللي بتيجي خبيثه. طيب بص السؤال رقم 10 كده نحله بسرعه. جايب لك سنه بتاعت طفل صغير اكتر من سنه، ولونه بالمنظر ده مدمر السنه خالص، يبقى ده اكيد مين؟ ها؟ برافو عليك، كنت هعتلك لو قلت ارستد. رامبانت كيرس. طب انا لو عايز اكون دقيق قوي وطفل صغير، اسميه رامبانت ولا ممكن اسميه الاسم؟ ما هو برضو على حسب. يعني ايه على حسب؟ يعني طفل زي ده بالمنظر ده السنه اتدمرت، ما بقاش فيها خلاص اصلا، فكل ما هو عمال ياكل عمالين نغير في لونها. يعني هي كانت فاتحه لما اتدمرت من الاول، لكن كل ده دي بقايا قاعده في البق. ماشي. طيب يبقى اذا دي هتكون ايه؟ رامبانت كيرس، او لو انا عايز اكون دقيق هسميها نيرسينج بوتل كيرس. برافو عليك. طيب بيقول لك هنا which salivary protein بينهبت الادهيرنس؟ هيكون مين من الحاجات دي طالما ادهيرنس؟ يعني ايه ادهيرنس؟ يعني انا واقف بمنع اي حد يجي يلزق فيا، صح؟ يبقى اكيد الاميونوجلوبولين ايه. برافو عليك. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك مين مسؤول ان يعمل بريك داون للسيل وول؟ يروح على السيل وول يعمل لها، يدوبها. برافو عليك، لايسوساين، برافو عليك. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك كومبوننت مسؤول ان هو يعمل سبريشن او انهبيشن للستريبتوكوكاي، يروح جوه البكتيريا تك. بيروكسيديز. خلصنا. اخر سؤال ونختم خلاص الحصه ان شاء الله. ايه هو الماكسيمم ريكومندد مين هو الماكسيمم ريكومندد كونسنتريشن اللي احنا نقدر نستخدمه بس في الفلورايد ما نعديهوش؟ 1.5. خلصنا الحمد لله، اشوفكم على خير، باي باي.